كاين واحد النوع ديال الضياع ما كيبانش للناس. كتفيق، كتاكل، كتهضر ويمكن حتى كتضحك، ولكن داخلك راك تايه. في هذه الحلقه غادي نهضروا على هذاك الاحساس الغريب اللي كيخليك حاس براسك بعيد على راسك، على الاحلام ديالك وعلى الحياه كامله بلا حتى ما تعرف السبب الحقيقي. حلقه عميقه غامضه ومختلفه غادي تخليك تشوف راسك من زاويه جديده تماما. واش عمرك حسيتي براسك تايه ولكن ما عارف شنو بالضبط اللي ضايع منك؟ ماشي حزين وماشي سعيد وماشي مرتاح، وحتى الالم ما قادرش تفسره. كتجلس بوحدك وكتحس بحال الا شي حاجه ناقصه داخلك، شي حاجه كبيره ولكن ما عندها لا اسم لا شكل. ويمكن اخطر حاجه انك كتولي متعود على داك الفراغ، كتولي كتكمل الايام بشكل اوتوماتيكي، كتضحك في الوقت المناسب، كتجاوب الناس، كتبان بخير، ولكن بينك وبين راسك كتقول شنو وقع ليا بالضبط. كاين ضياع واضح بحال شي واحد خسر خدمه، علاقه، حلم الى اخره. ولكن كاين نوع اخر اخطر بزاف، هو انك تكون عندك كل شيء تقريبا ولكن مع ذلك حس بالتيهان. علاش؟ حيت الروح ديالك ما محتاجاش غير تعيش، محتاجه تحس انها حيه. هذا العصر علمنا كيفاش نبانو بخير ماشي كيفاش نكونوا بخير. ولينا كنستهلكوا المحتوى اكثر من المشاعر، كنهضروا بزاف ولكن قليل فين شي حد صادق، كنشوفوا آلاف الوجوه ولكن قليل فين كنلقاو راسنا. يمكن الضياع اللي حاس به دابا ماشي لانك فاشل، يمكن لان الروح ديالك ولات كتقاوم النسخه اللي عايش بها. واش عمرك سولتي راسك شكون كنتي قبل ما يخوفوك، قبل ما يقولوا لك شنو خاصك تكون، قبل ما تربط قيمتك برأي الناس؟ يمكن النسخه الحقيقيه ديالك دفنتيها باش تتأقلم. كل مره سكتي على الاحساس ديالك، كل مره قلتي عادي وانت ماشي عادي، كل مره لبستي شخصيه باش ترضي الناس، كنتي كتبرمج روحك انها تبعد عليك اكثر. حيت وصلتي لمرحله كتشوف راسك في المرايه ولكن ما كتعرفش شكون داك الشخص. اسمعها لي مزيان، احيانا الضياع ما كيكونش عقاب، كيكون نداء. الحياه كتقدر تهز منك الاحساس بوضوح باش توقفك شويه، باش ترجع تسمع صوتك الحقيقي. حيت بعض الناس كيبقاو غارقين في الضجيج لدرجه ما كيعرفوش باللي الروح ديالهم كتطلب النجده. يمكن هذا الاحساس الثقيل اللي عندك دابا ماشي نهايه، يمكن بدايه وعي جديد. واحد الحاجه غريبه كتوقع هي ملي الانسان كيبعد بزاف على راسو، كيولي مدمن على الهروب، على الهاتف، على الضجيج، على العلاقات السطحيه، على السهر، التفكير الزائد والمحتوى السريع. اي حاجه غير ما يبقاش بوحدو مع افكاره. علاش؟ حيت الصمت كيخوف الشخص اللي هارب من الحقيقه ديالو. شنو لو كان الاحساس بالضياع فقط جا باش يفيقك؟ شنو لو حياتك كامله ما كانتش انت اصلا وكانت مجرد نسخه صنعتيها من الخوف؟ شنو لو التعب اللي حاس بيه ماشي من الحياه ولكن من التظاهر؟ اول خطوه للخروج من الضياع ماشي انك تلقى الطريق، ولكن انك توقف داك الجري. ايوا تخيل، يمكن اول مره غادي تلقى راسك هي من اللي تبقى بوحدك بلا موسيقى بلا هاتف وبلا ما تهرب. جلس مع راسك حتى اللي حس بالفراغ، حيت تحت الفوضى كاين الحقيقه. كتب شنو كيخوفك، شنو كيستنزفك، شنو الحاجه اللي كديرها باش غير ترضي الناس. وسول راسك واحد السؤال، الا ما كان حتى واحد غادي يحكم عليك شكون كنتي غتكون؟ يمكن دابا ما عندكش جميع الاجوبه، ولكن على الاقل وليتي حاس ان شي حاجه داخلك خاصها تتبدل. هذا الاحساس هو البدايه، حيت اخطر حاجه ماشي انك تكون ضايع، اخطر حاجه هي انك تبقى ضايع وتقنع راسك ان هذا الشيء عادي. كتعرف شنو هي الصدمه الحقيقيه؟ ماشي انك تطيح مره، الصدمه هي ملي تكتشف بلي حياتك كامله كنتي عايشه على الوضع التلقائي بلا ما تحس. كتفيق كتعاود نفس الروتين، نفس التفكير، نفس الهروب، حتى كيجي نهار وكتحس بحال الا روحك خرجت منك وبقات غير نسخه كتحرك. الاخطر انك تكون محاط بالناس، بالضحك وبالمحتوى ويمكن حتى بالنجاحات، ولكن داخلك خاوي بشكل مرعب، بحال مدينه مهجوره في الليل. شي احساس غريب كيقول لك هاد الحياه اللي عايش واش بصح هي حياتي انا؟ وفجاه كيبدا كلشي كيبان غريب. الاماكن اللي كنتي مرتاح فيها ولات كتخنقك، الناس اللي كنتي كتجري عليهم ولات طاقتهم ثقيله، وحتى انت ما بقيتيش عارف شكون. كتولي كتخاف تبقى بوحدك لان الصمت كيطلع كاع دوك الاسئله اللي كنتي كتهرب منها سنين. علاش كنعيش هاد الحياه؟ علاش ما كنحسش بالسلام؟ فين مشات النسخه ديالي اللي كانت كتفرح بالحياه بسهوله؟
يمكن هنا كتجي اكبر صدمه، انك تكتشف بلي المشكل ما كانش في العالم كامل، المشكل انك ضيعتي راسك وانت كتقلب على راسك في كل شيء الا داخلك. غادي نحكي لك على واحد الشخص ما كانش باين عليه الضياع ابدا، الناس كاملين كانوا كيشوفوه ناجح هذا وحتى مبتسم الوقت كامله، ولكن الحقيقه كان كل ليله كينعس وهو حاس بحال الا شي حاجه داخله كتموت شويه بشويه. كان كيخرج كيضحك وكيحط صور وكيجاوب بخير الحمد لله بشكل اوتوماتيكي، ولكن ملي كيسد الباب على راسه كيحس بصمت مرعب، بحال الا الحياه كامله ولات فارغه بلا معنى. نهار من الايام كان جالس بوحدو في الليل، الضو شاعل خافت والهاتف ديالو عامر بالاشعارات، ولكن لاول مره ما هربش، ما فتح حتى تطبيق، ما شغل حتى فيديو، بقى غير كيشوف السقف وساكت. في وسط الصمت جا في بالو سؤال قلب كل شيء: واش انا عايش الحياه اللي باغيها ولا غير الحياه اللي الناس كتوقعها مني؟ هاد السؤال كان بحال الصدمه، حيت لاول مره فهم باللي سنين هو كيحاول يرضي كاع الناس ونسى راسو. كان قوي قدام الناس ولكن مهمل لراسو، كان كيسمع لكل شيء الا صوته الداخلي. ومن داك النهار ما تبدلاتش حياته بالسحر، ولكن تبدلات بشي حاجه اخطر. بدا كيواجه الحقيقه بدل الهروب منها، بدا كيختار السلام على التظاهر، وبدا كيفهم باللي احيانا الضياع ما كيجيش باش يدمرك، كيجي باش يردك لراسك الحقيقيه. كاين واحد الحقيقه قاسحه بزاف، يمكن اول مره غادي تسمعها بهذه الطريقه. بعض الناس ماشي ضايعين لانهم ما لقاوش الطريق، بعض الناس ضايعين لانهم عمرهم ما عاشوا بشخصيتهم الحقيقيه اصلا. من صغرنا كيعلمونا كيفاش نكونوا مقبولين، ماشي كيفاش نكونوا صادقين مع راسنا. كيعلمونا نسكتوا على الحزن، نخبيو الخوف، ولبسوا شخصيه قويه حتى الا كنتي منهار من الداخل. شويه بشويه كتولي كتعيش باش ترضي ماشي باش تحس، كتختار القرارات اللي غادي تعجب الناس ماشي اللي غادي تريح روحك. هادشي كيبدا يخلق داخلك حرب صامته ما كيشوفها حتى شي واحد. الصدمه هي ان العقل ديالك يقدر يتاقلم مع اي الم، حتى الالم النفسي، حتى في الفراغ، وحتى انك تعيش بعيد على نفسك سنين وتبقى مقتنع ان هادشي عادي. وهذا علاش كاين ناس عندهم كل شيء ولكن ما قادرينش يحسوا بالسعاده الحقيقيه، حيت الروح ما كتشراش بالانجازات ولا بالمظاهر ولا بكثره الناس اللي دايرين بينا. اخطر حاجه ممكن توقع للانسان ماشي انه يفشل، اخطر حاجه هي انه يضيع النسخه الحقيقيه ديالو وهو كيبني نسخه مزيفه باش ينجح. يمكن دابا فهمتي علاش مرات كتكون وسط الناس وكتحس بواحد الوحده غريبه، حيت الانسان ملي كيبعد بزاف على حقيقته كيولي حتى هو غريب على راسو. يمكن دابا بعد هاد الحلقه كامله بديتي تفهم بلي الضياع اللي كنتي حاس به ما كانش ضعف، كان رساله كتقول لك راك عييتي من التظاهر، عييتي من الهروب، وجا الوقت باش ترجع لراسك. التحول الحقيقي ما كيوقعش في نهار واحد، وماشي ضروري يكون بصوت عالي، احيانا كيبدا غير بلحظه هادئه، لحظه كتقرر فيها توقف وتكذب على راسك. يمكن اول خطوه في حياتك جديده هي انك تعترف باللي داخلك محتاج حب، راحه وصدق اكثر من اي وقت فات. ما تنساش الفراشة قبل ما تولي فراشة كتدوز من مرحلة مظلمة داخل الشرنقة وكتبان بحال إلى كل شي سالة، ولكن في الحقيقة راه داك الظلام كان بداية تحول. وحتى انت يمكن هاد المرحلة اللي كتدوز منها دابا ماشي نهاية حياتك، يمكن غير نهاية ديال النسخة اللي كنتي كتعيش بها بعيد على حقيقتك. إلا وصلتي حتى لهنا بغيتك تكتب لي في الكومنت كلمة واحدة فقط: غادي نرجع لراسي. وخلي هاد الحلقة توصل لأي شخص حاس بالضياع بصمت، حيت بعض الناس ما محتاجينش حلول كثيرة، محتاجين فقط شي حد يفهم الألم اللي ما قدروش يشرحوه.